كده، ايوه كده، هي دي مدرسه الفن والهندسه. شوف، رغم ان انت ما كنتش الاحسن على مدار ال 90 دقيقه، ولكن قدرت تطلع بثلاث اهداف مقابل لا شيء، عكس ماتش الاتحاد اللي كنت احسن فيه طول ال 45 دقيقه الاولى ومضيع اهداف كتير وما قدرتش تسجل، وضاع عليك نقطتين. بسبب ايه؟ بسبب ان انت ما سجلتش، بسبب ان انت الفرص اللي جات لك ما قدرتش تستغلها. عكس الماتش البنك الاهلي، البنك الاهلي في الشوط الاول هو اللي كان مستحوذ، ولكن انت قدرت ان انت محافظ ان ما يخشش فيك على الاقل جول، رغم ان انت مش الاحسن. وفي الشوط الثاني نفس الكلام، ولكن كمان قدرت ان انت تسجل، وبدل الجول قدرت ان انت تسجل ثلاثه. راحه يحسب لكابتن معتمد جمال، الثلاث تغييرات اللي نزلهم من الشوط الثاني هم اللي سجلوا اهداف. شيكو بنزا اللي نزل في بدايه الشوط الثاني قدر ان هو يفتتح التسجيل، وبعد كده حسام اشرف اللي نزل بعد شيكو بنزا الاخير واللي جاب الجول الثالث، وهو ايشو اللي هو قدر يسجل الجول الثالث. بصراحه تغييرات كلها ناجحه بنسبه 100%. الكابتن معتمد جمال سواء كان شيكو بنزا في بدايه نزوله بصراحه كان مؤثر جدا. للامانه كابتن معتمد جمال بيعرف يتعامل معاه نفسيا قبل ما يتعامل معاه باي شكل من الاشكال، سواء كان كوره او كده. اللي سجل الجول الثاني حسام اشرف. بصراحه انا شايف ان حسام اشرف هنحتاجه كتير جدا الفتره الجايه، خصوصا كمان ان ناصر منسي باين انه بعيد عن مستواه، فلحد ما يرجع ناصر منسي لمستواه هنقدر ان احنا نستغل حسام اشرف الفتره الجايه، وانا متفائل بيه بصراحه. انا شايف ان هو ان شاء الله يكون من احسن المهاجمين في مصر السنه دي، وهيكون من احسن اللعيبه للزمالك الموسم ده. حسام اشرف استنوا الاسم ده كويس. اما واللي سجل الهدف الثالث ايشو، صراحه ايشو من اللعيبه الحريفه، من اللعيبه اللي محسوبه ان هي خارجه من قطاع ناشئين نادي الزمالك. محتاج ثقه. ايشو كل فتره بياخد خبرات، خد خبرات كويسه قوي في السنه اللي فاتت، وشايف السنه دي الزمالك بقى محتاجك يا ايشو. فانت لازم بقى تبعد عن فكره كونك ناشئ، وانت دلوقتي خلاص انت من اللعيبه الاساسيه واللعيبه اللي موجوده في الفريق. يعني ممكن في وقت قريب جدا تلاقي ايشو ده لابس شرط الكابتن، لانه من اقدم اللعيبه اللي موجوده. فعايزين ننسى شويه حته ان انت لعيب ناشئ دي، او ان انت كنت متصاعد من الناشئين. انت تقريبا بقالك 4 سنين صاعد، فخلاص انت ما تتعاملش معامله الناشئ. بالنسبه لي نتيجه كويسه جدا على قد المستوى اللي ظهرنا بيه النهارده. بصراحه انا شايف الموسم ده اخطف واجري على قد ما تقدر، وان شاء الله القادم افضل لنادينا نادي الزمالك.